في وقته. المستمعين وإن شاء الله نعطوا بسطة مهمة جدا على المشروع. مرحبا سيدي، هيت نبداو. قدم لنا الاختصاصات اللي وفرها مركزكم في إطار التكوين المستمر. دونك مركز تكوين التدريب سيدي بوزيد هو مركز تم إحداثه سنة 79 ووقع إعادة هيكلته سنة 2003 2000 حتى ل 2005. دونك يأمن حاليا لتأمين التكوين بالتداول يأمن دونك 7 قطاعات. 7 قطاعات هذوما معناها يتوزعوا على 17 اختصاص. دونك القطاعات هما ذكرهم بريف هما التركيب المعدني، الإعلامية، الخياطة، الصناعات الغذائية، ولا الصيانة الصناعية، ولا الخياطة. نجور المشروع هذا. المشروع هذا هو يندرج في إطار اتفاقية إطارية تم إبرامها من بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة الأعراف البافارية. هي وقعت الاتفاقية الإطارية امضاها معناها في ماي 2021. معناها موجبها يوقع التكوين السريع والتكوين معناها السريع في مهارات معينة في قطاع الأشغال العمومية وتوابعهم، دونك في مجال البناء وتوابعهم. دونك هو اللي هما هالقطاع الاختصاصات هذوما هما التجهيز الصحي، النجارة، البناء والتركيب التكسير. بالنسبة لمركز تكوين التدريب المهني بسيدي بوزيد يأمن في اختصاص وحيد اللي هو التجهيز الصحي. داكور. دونك معناها ثم في الاتفاقية الإطارية دي ثم اتفاقية خصوصية تم إبرامها ما بين مركز تكوين التدريب المهني بسيدي بوزيد والأطراف المدخلة اللي اتحاد الصناعة والتجارة، التشغيل. دونك هذه موجبها معناها تم انتداب 4 دورات على مدة عامين. دونك الدورة الأولى بدأت في ماي 2021 تضم تمتد لمدة كل دورة تمتد لمدة 6 أشهر. احنا حاليا في آخر دورة اللي هي توفى جوا إن شاء الله 30 جوا 2000. الدورة القادمة وقتيش؟ لا نحن تو في آخر دورة. الآخر دورة بدأت في بريسك موا دو جونفي. لا الناس اللي على لي انسكريبسيون العبيد اللي تحب تتكون وقتيش عندكم؟ لا في المجال هذا في إطار الاتفاقية هذه آخر دورة تم التسجيل فيها في فيفري معناها تكمل. داكا هو الاتفاقية كلها توفى ل 30 جوان. مازال ما نعرفوش إذا كان باش تتجدد ولا بالنسبة للاتفاقية هذه. هي الحقيقة اتفاقية مهمة جدا. إن شاء الله تتعاود. دعوة معناها الأطراف المعنية اللي على شلال معناها نجدوها. دونك كونا 4 دورات. آخر دورة هي توفى كما قلت 30 جوان من السنة الحالية. الحقيقة مهمة جدا. كل دورة تمتد على 6 أشهر. بالطبيعة الاتفاقية من الأول كل وضعت معناها المحاور اللي نخدم عليها اللي هي إعداد برامج التكوين لمدة 6 أشهر هذوما. الانتداب الجهات المعنيين في إطار معناها بلاج داج معناها ثقافة تعمر معين، مستوى معين. دونك وضعنا زاد خطة اتصالية للتعريف بالتكوين هذا. والحقيقة تمت معناها إقبال كبير. وصلنا معناها كل دورة احنا نقبلوا من 15 17 20 ماكسيموم يجونا بحذا 80. فما دوموند كبيرة عليها معناها. دوموند كبيرة، طلب كبير خلال الدورات هذه. جونا معناها بس حوالي معناها كل دورة 80 90 فما دورة جونا 120. دونك نختاروا معناها حسب البدواء نعدهم المحادثة مع أهل الاختصاص ونختاروا منهم معناها لي زيليمون اللي هما عندهم العناصر اللي هما عندهم رغبة أكثر وكذا. دونك كيف الاتفاقية هذه في إطار المشروع هذا مهمة جدا. أنه وفروا لنا تجهيزات على حسب معناها البرنامج هذا معناها باش نجموا ننفذوه برنامج التكوين. كيف تم توفير مواد أولية لكل دورة ما يقارب معناها 17,000 دينار لكل دورة. المواد الأولية دوم يستهلكوها معناها في توفير ومزير خلال التكوين بتاعهم. والمعدات هذه معناها تأمن الدورة هذه وتبقى قبل المركز. هي اللي يسر معناها هالمبادرة هذه مفيدة على جميع المستويات. إن شاء الله تتجدد مرة أخرى. علاش لا
نخلي لك ان ديرني مو، تفضل سي لاسعد. هي مهمه جدا على خاطر مست معناها شريحه معينه من ضمن طالبي التكوين، والحقيقه من اهداف الاتفاقيه دي انه الانسيرسيون معناها الادماج الولادات في سوق الشغل، وقد تم ذلك حوالي معناها كل دوره معناها بريسك معناها حوالي 80% من المتخرجين اللي حاصلين على مارشات التكوين هذوما تم ادماجهم في سوق الشغل. كيف من خلال الاتفاقيه هذه فما ميزانيه ولا جانب مادي ولا مادي زاد استفادوا منه المكونين معناها هذا انه التكوين نظري وتكوين تطبيقي خلال حلقات التكوين تم كذا سكون ابل بيرفكسيونمون تكنيك اللي فورماتور، وتم كله بالحقيقه بنجاح وتجربه مهمه جدا. جميل جدا. العباد تخرج من غادي ديريكتومون جاهزه للشغل معناها، هذا المهم. شكرا لك، يعطيك الصحه سي لاسعد الحجلاوي مدير مركز التكوين. تحيه لك وللمستمعين مره اخرى. يعيشك. والتدريب المهني بسيدي بوزيد كان هذا في وقته.